مشاهدينا، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج كومنتير. حلقة اليوم خاصة واستثنائية نناقش فيها موضوع هام شغل الرأي العام المغربي بجماعة ولاد عزوز. جماعة ولاد عزوز هي جماعة قروية تابعة ترابيا إلى إقليم النواصر جهة الدار البيضاء سطات. مؤخرا عرفت الجماعة احتجاج كاتب المجلس السيد عثمان الخياط والنائبة الرابعة للرئيس السيدة نزهري تول على قرار الترخيص باستغلال إحدى الأراضي ذات المساحة 6000 متر. تم تفويت هذه الأرض إلى شركة خاصة لإنجاز مشروع محطة الوقود. المساحة التي كانت سابقا خاصة بإنجاز مشاريع مفيدة للساكنة، ساكنة المنطقة، مثلا نادي نسوي، سوق القرب، ملاعب وإلى غير ذلك. لكن بقدرة قادر تم تفويت هذه الأرض إلى شركة خاصة لإنجاز مشروع خاص بشركة معينة. معي للنقاش في هذه الحلقة السيد عثمان الخياط كاتب المجلس والسيدة نزهري تول النائبة الرابعة لرئيس مجلس جماعة أولاد عزوز. أهلا بكما. أهلا وسهلا. إذا السؤال الذي يطرح نفسه الآن وهو ماذا يحدث بجماعة ولاد عزوز؟ ماذا يحدث في ولاد عزوز؟ يحدث الكثير، وحنا من الكثير غنتكلموا على النقطة اللي فاضت الكأس، هي نقطة ديال البقعة الأرضية. دفعتكم للاحتجاج؟ أي نعم، البقعة الأرضية، الأرض التابعة للدومين، أرض ديال الدولة اللي بين ليلة وضحاها أصبحت أرض مرخصة لشركة خاصة لمحطة الوقود. وهذه الأرض اللي كانت دازت في المجالس السابقة، وأما من المحضر ديال الاجتماع ديال المجلس الجماعي ديال ولاد عزوز اللي داز في إطار دورته العادية لشهر أبريل من سنة 2014 المنعقد بتاريخ 28 أبريل من سنة 2014، واللي تم بمصادقة جميع أعضاء. والمحضر الثاني بتاريخ 15 دجنبير من سنة 2015 هو دورة استثنائية وداز من المصادقة ديال الجميع ديال المجلس. والمحضر الأخير اللي هو المحضر اللي تنشغل فيه أنا كاتب المجلس اللي دازت فيه المصادقة على هاد البقعة. المصادقة النقطة اللي كانت من بين جدول الأعمال، والمصادقة هي أمامي. مصادقة على إعادة تخصيص القطعة الأرضية المخصصة للنادي النسوي متعدد الاختصاصات إلى مركز تجاري. إن أعضاء المجلس الجماعي لولاد عزوز مجتمعون في إطار الدورة العادية لشهر فبراير من سنة 2022. الجلسة الأولى المنعقدة بتاريخ 3 فبراير 2022 صادقون بإجماع الحاضرين على إعادة تخصيص القطعة الأرضية المخصصة للنادي النسوي متعدد الاختصاصات إلى مركز تجاري. هذا المركز التجاري اللي كان غادي يضخ واحد المساهمة تكون مالية للجماعة اللي غتكون مهمة، وعلى الساكنة غيرجع لهم بالنفع، انه غادي يخدم بزاف ديال الناس في ولاد عزوز من بائعين متجولين. غيفك لنا واحد المشكل اللي تتعاني منه، المشكل ديال الفقر، المشكل ديال الهشاشه، غتستافد منه لا الجماعه ولا الساكنه. واليوم بين ليلة وضحاها في شهر 4 2022 يتم الترخيص اليه. هو الترخيص بناء على السؤال اللي وجهته للسيده النائبه نزهري تول 13 يوم باش جاوبها، والترخيص هو امامي. فانه قد تم استصدار قرار عدد 167 2022 جواز بيسمى رخصه البناء فوق العقار دي المراجع العقاريه التاليه: تي دوبل بوان 58351 سي، والمسجل بمكتب الضبط جماعه تحت عدد 3311964 على 2022 بتاريخ 2022 4/29. في يوم واحد تم الانجاز جميع هذا الفصول. يعني هذه الرخصه تمت بواحد الوتيره جد سريعه، وما يدعو للشك. هذا ما يدعو، ماشي يدعو للشك، وهذا بدون العلم ديالنا. حتى نتفاجئوا بان هذيك الارض اللي كنا فرحانين لا الساكنه ولا المنتخبون باش تكون واحد البنايه غتكون تتصب في المجتمع المدني وتتصب خصوصا ان المنطقه في حاجه الى اجتماعيه. المنطقه تفتقر لهذه البنايات التنمويه، الملاعب، دار شباب، نادي نسوي، سوق نموذجي، اي حاجه اللي
ترجع بالدخل وترجع بالنجاح على المنطقه، فهي انجاز لينا والساكنه ديال ولاد عزوز وديال نواصر بصفه عامه. 6000 متر ماشي سهله، ماشي، ولكن اليوم تتفوت بهذه الطريقه، الطريقه اللي ما مفهوماش، الطريقه الغامضه بدون رجوع الى المجلس. وحنا في شهر 2 درناها باش نديروها سوق نموذجي، وفي شهر 4 نعطيو ترخيص ديال شركه خاصه لمحطه الوقود. هذا شيء خاصو تدخل على جهات عليا. من هذا المنبر تنوجه النداء ديالي باش يكون تدخل على الصعيد العالي باش نوقفوا هذه المهزله اللي في ولاد عزوز. هذه تسمى مهزله باش ارض ديال الدوله ترجع محطه الوقود، والطريق هذيك الطريق ديال مولاي التامي ولات كامله محطه الوقود. واش محطه الوقود شنو غتستافد منها المنطقه؟ اشنو غتستافد منها؟ هذه اليوم ما خصهاش تكمل، لان حتى الوتيره ديال البناء ديالها ولات وتيره سريعه، خدمه ليلا نهارا. وهذا الشيء راه تيورنا حنا قبل يضر الساكنه. حنا تنتاسفوا، وحنا ما يشرفناش هذا الشيء يكون عندنا في الجامعه ديالنا. واخر من يعلم وخلنا غادي نعلموا حنا نمشيو حتى للقضاء باش هذه الارض ما خصهاش تفوت لشركه خاصه. وموافقتكم انتم كاعضاء هو امر ضروري. احنا اخر من يعلم. نعم. خاص الساكنه تعرف، الساكنه ديال ولاد عزوز راه احنا اخر من يعلم، راه ما دازش في المجلس، ما صوت عليه حد. احنا عندنا علم بانها غتكون سوق نموذجي، واليوم تتبنى وتيقول لك راه محطه الوقود. احنا اخر من يعلم. واش حنا كاين تما باش ما تكونش عندنا المعلومه باش نوروا بها المجتمع المدني ونوروا بها الساكنه ديال ولاد عزوز؟ نعم. ونحن نعلم ان المجالس الجماعيه تسير بفريق عمل، يعني فريق عمل والمجلس سيد قراره. نعم. المجلس سيد قراره. اعضاء ضروريه وحاسمه في الموضوع. لم تكونوا حتى على علم بهذه المساله. هذا شيء يعني الامور ما خصهاش تبقى بهكذا، الامور خصها تدخل في اقرب وقت. تدخل في اقرب وقت لكشف الايادي الخفيه التي كانت وراء انجاز كل تلك الوثائق في يوم واحد، بخلاف المساطر المعمول بها فعلا. في المعمل، وبدون رجوع الى المجلس. نعم. استاذه نزهه، مرحبا بك. بارك الله فيك. ما تعليقك على هذا السؤال؟ نفس السؤال موجه لك استاذه. كما قال الاخ تمان، حنا ما فراسنا والو، يعني في الدوره ديال فبراير صادقنا عليها باش تكون سوق نموذجي، حتى كنتفاجئوا بانها ولات محطه ديال الوقود. الناس كلهم كيتسائلوا، يعني حنا كمجلس ما فراسناش، يعني حنا مصادقين على سوق نموذجي، حتى كنتفاجئوا انها ولات محطه ديال الوقود، يعني محطه خاصه. حنا بغينا ولاد عزوز، بغينا فيها مشاريع، يعني كما قال الاخ راه ولاد عزوز هذاك الطريق ديال مولاي التهامي كلها محطه الوقود. هذا الشيء اللي كاين. نعم. إذا هنا في هذه الإشكالية المطروحة حاليا لم يتم احترام مبدأ الحكامة الذي يعتبر مبدأ أساسي في تسيير وتدبير المؤسسات العمومية، وقد نادى جلالة الملك باحترامه لخدمة أفضل للمواطن والوطن. كيف ترون هذا القرار الفردي؟ يعني هو ليس من حق الرئيس طبعا، لكن أنتم كأعضاء واجهتم القرار بالاعتراض والاحتجاج، والآن توجهونه بالإعلام. ماذا تضيفون على هذه النقطة؟ والإضافة اللي بغينا نضيفوا بأن هذا الشيء ما يمكنش لنا نسكتوا عليه. هذا الشيء راه هذا القرار هو أحادي انفرادي، حنا ما عندناش علم كيفاش اتخذ هذا القرار بدون مصادقة المجلس. يعني في ظرف شهرين تتحول من سوق نموذجي اجتماعي تنموي للمنطقة إلى مشروع خاص. هذه راه جميع القوانين وجميع الخطابات ديال سيدنا تضرب بالحائط من هذا المنبر. هادشي اللي ما خصوش يكون. حنا راه جنود مجندين وراء سيدنا، ولا كنا في هذاك لا كنا منتخبون، راه خصنا ندافعوا على المصالح ديال الدولة. بعدا مصالح الدولة خصها تصف للصالح الاجتماعي. جميع الأراضي المخزنية والتابعة للدولة خصها تكون اتجاه ديالها اتجاه اجتماعي، يبقى اتجاه اجتماعي ومدير للدخل للساكنه، وراه حتى الجماعات غتستافد منه. ولكن اليوم تنجيو تلقاو محطه الوقود. يعني هذه الامور هذا ما انا بعدا ما بقيت فاهم حتى حاجه في هذا الشيء. بالنسبه انا كنت درت استفسار للرئيس، وانا كنائبه خصني يعني طلبت منه الوثائق، خصني نطلع على الوثائق. هو بقى 13 يوم عاد باش جاوبني يعني ما عطاني لا وثائق لا والو.
وكنتفاجئ بان اللجنه خرجت نهار 29 في شهر 4 2022 وهي تقيدت في المكتب بالضبط نهار 29 في شهر 4 2029 والرخصه خرجت نهار 29 في شهر 4 2022 يعني في نفس النهار نفس اليوم في نفس النهار كل شيء دار في نفس النهار. حنا الناس صوتوا علينا باش ندافعوا عليهم. حنا كاعضاء غندافعوا على هاد الارض ديال المخزن. حنا بغينا ملاعب القرب. حنا ولاد عزوز كتفتقر الملاعب القرب المستوصفات دور الشباب دار الطالبه ما عندنا حتى حاجه من هذا الشيء كامل. حنا هذا الشيء بغيناه حيت حنا ولادنا ما عندهمش حتى فين يمشيو يفرغوا الطاقه ديالهم في الملاعب القرب. ما كاينش كما ذكر استاذ عثمان. ف يعني الشارع باكمله اصبح عباره عن محطات للوقود. ونحن نعلم ان كل جماعه ترابيه او كل منطقه عائله بالسكان تحتاج الى مرافق متنوعه لضمان عيش كريم للمواطن القاطن بهذه. خاصنا مشاريع اللي غادي يستافدوا منها الساكنه. اللي غيستافدوا منها اولاد المنطقه اللي غيخدموا فيها. مثلا سوق نموذجي كان غيستافدوا منه الناس اللي غيبيعوا ويشريوا وغيستافدوا منه حتى الساكنه انهم غيولي قريب لهم السوق باش يتقداو داكشي. حتى تفاجئوا بمحطه ديال الوقود هذا لا يعقل. حنا غنبقاو ان شاء الله متبعين حتى نشوفوا. انتم كاعضاء تفاجاتم فما بالك بالساكنه والساكنه دابا كيتسائلوا. حنا بغينا ننوروا الراي العام وحتى الساكنه. استاذه نزهه ساسالك عن التفويضات. يعني نحن نعلم ان المجالس تسير كذلك عبر التفويضات. يعني ما الذي يمكن ان تقولينه لي بهذه النقطه؟ بالنسبه للتسيير عندنا في الجماعه عندنا تسيير انفرادي. الرئيس ما تيدخلش معاه المكتب. يعني النقاط كيجيو مدروسين. حنا غير حتى كيجي تيقول لك راه اش درنا حنا ما تيتحاورش معنا ما تيسولناش شنو خاص الدوائر ديالنا شنو حنا محتاجين في الدوائر ديالنا. وهو دوره كرئيس جماعه يجب ان يسال عن لا هو النقاط كيجيو مصايبين. اما بالنسبه للتفويضات انا عطاني تفويض بالنسبه للتفويض ديال مكتب النظافه والاشغال عطاه ليا وقال لي بانني انا خصني نوقع معاه. انا عاود جاوبته قلت ليه خصني يكون عندي تفويض كلي وليس جزئي بناء على القانون التنظيمي 114 و 113 114 المتعلق بالجماعات. ارى في هذا التفويض الذي منحتني اياه انه تفويض جزئي وليس كلي. مكتب النظافه والاشغال ولا يمكنني ان اتحمل المسؤوليه مع احد. كما اشارت الماده على عدم ثنائيه التوقيع يجب ان اكون انا المسؤوله الاولى عن هذا التفويض الذي منحتني اياه وان يكون تفويض كلي بمهامه كما نصت عليه الماده 103 وان يكون النائب يمارس المهام التي تم تفويضها اليه لحسابه ويتحمل فيه كامل المسؤوليه على كل ما ينتج عنه من اثار قانونيه. اشنو جاوبني هو؟ قال لي تبعا للمرجع والموضوع المشار اليه اعلاه والتي عبرتم عن من خلال رسالتكم عن عدم قدرتكم على تحمل المسؤوليه مع احد فهذا من حقكم. كما اثير انتباهكم ان الماده 103 من القانون التنظيمي 113 114 لا تتحدث ولا تشير الى عدم ثنائيه التوقيع كما زعمتم وبالتالي ان ما جاء برسالتكم يعتبر رفضا للقرار الممنوح لكم. في هذا الجواب اللي جاوبني ها المراه هاني بانني ما قادراش على المسؤوليه. لا انا قادره على المسؤوليه مادام خرجت في هذا الميدان السياسي الا وانا قادره والناس صوتوا عليا باش انا نوب عليهم في الجماعه وانا قادره باش نتحمل مسؤوليتي. انا بغيت نتحملها بوحدي ما يتحملها معايا حتى واحد. حتى نغلط يحاسبوني حسب القانون. هو قال لك بهذا الشيء يعتبر انه رفض. يعني فهمها المفهوم ديالو بوحده. انا ما رفضتش. انا بغيت تفويض كلي انا نتحمل مسؤوليتي. وهنا نعيد الإشارة إلى مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة الذي كذلك يشدد جلالة الملك في خطاباته على احترامه لضمان خدمة أفضل للوطن. أستاذ عثمان سؤال كذلك بخصوص التفويضات. ما الذي يمكن أن تقوله بخصوص التفويضات التي تمنح لكم؟ بالنسبة للتفويضات التفويض خصو يكون كما تتنص عليه الماده 103 تعطي التفويض، عطي القطاع. الماده 113 114 تعطي القطاع. 113 114 تعطي القطاع. 113 114 تعطي القطاع. 114 114 تعطي القطاع. 113 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 114 تعطي ال
يعطيه كلي. وراه المشرع راه عاطيك، ما عطيكش ثنائيه التوقيع، عاطيك المراقبه والسحب عند المخالفه، تسحب هذاك التفويض. هنا راك المشرع راه واضح وبين، ولكن باش يكون تفويض ذو ضبابيه هذا شيء لا يعقل. حنا غنعطي تفويض واحد نائب غنعطيه يسير ونراقبو، ما يمكنش نحسب انا بالتفويضات كاملين ورا نعطي تفويض ونعطيه بواحد الضبابيه، ما يمكنش. باش نسيروا هاد الجماعه ونمشيو فيها مزيان راه خاص كل واحد يتحمل المسؤوليه ديالو ونخدموا كفريق. وحنا بس خاصنا نحافظوا على المال العام، راه كل واحد تيتحاسب. راه المال العام هذا راه خاصنا نحافظوا عليه ونعطوه، نحطوه في البلاصه ديالو، البلاصه اللي خاصو يكون فيها. يعني تكون واحد الدراسه سبقيه، واحد الدراسه اللي غترجع بالنفع على المنطقه. ما غنبداوش يكون العبث ديال المال العام، لا نشريو هذه، لا نديروا هذه، لا هذه السيارات، الوقود. ودابا حنا راه في ازمه، العالم كامل تيمر من ازمه. خصنا نعرفوا فين غادي نضربوا هذاك المال اللي غادي نسدوا به الحاجيات ديال الساكنه. اليوم الساكنه كلها تتغوت، اليوم عندنا نظره ديال الماء. كيف غنحلوا المشكل؟ النظره ديال الماء اللي سيدنا اللي يخطب عليها وتيخطب عليها، وخاصنا نجذبوا المستثمرين ونفكروا باش نديروا الدخل، وحنا غنشدوا هذاك المال العام قد كان قليل قد كان كثير غنبداو نفرقوا فيه. لا، اليوم خصنا نحطوا النقاط على الحروف ونقادوا المسائل ديالنا، وتكون المسائل ديالنا واضحه، وتكون مشاريع للمديريه الدخل. وحنا ما باقيين تنهضروا على هذا الشيء وتلقاو ستاسيون معطي لشركه خاصه في ارض ديال الدوله. يعني هادشي كلشي تندبوا بعرض الحائط. هذا واقع مر تمروا به اليوم في ولاد عزوز. اليوم هذا واقع مر، هذا من هذا المنبر اليوم هذا الواقع راه خاص التدخل على مستوى عالي. باش نزيدوا لقدام راه خاص تضافروا الجهود ونجلسوا على الطابله ونلقاو الحل. ما غاديش نبقاو كل واحد تيشوف بلاصتو من الموقع ديالو، تيشوف راسو راه هو اللي كاين. راه ما يمكنش. راه ما مشيناش من فريق، راه الجماعه ديالنا راه ما تتبشرش بالخير. من هذا المنبر وشكرا. ونحن كإعلام سنعمل على أن تصل رسالتكم إلى الجهات المعنية لفتح تحقيق بخصوص هذا الموضوع والكشف عن الأيادي الخفية التي كانت وراء تفويت هذه الأرض إلى شركة خاصة في خرقين سافر لما هو معمول به بالجمعات الترابية بدون موافقة أعضاء المجلس. طبعا نترك هذا الإشكال جانبا ونطرح أسئلة أخرى بخصوص جماعة ولاد عزوز. يعني أنتم كأعضاء المنتخبون يعني حظيتم بثقة الساكنة وتم انتخابكم لتنوبوا عن الساكنة في عدة مجالات وتتخذون قرارات في صالح المواطنين بمنطقة ولاد عزوز. ما الذي تحتاجه المنطقة؟ أستاذة نزهة أولا. بالنسبة للمنطقة كتحتاج المشاريع، خاصنا مشاريع تنموية باش يخدموا يعني يستافدوا منها الساكنة. وبالنسبة للجماعة إلا بقات على هذا الحال ما غتزيدش لقدام. خاصنا حنا نكونوا فريق، خاصنا نكونوا فريق باش الجماعة تزيد لقدام، باش نخدموا على مشاريع، ما نبقاوش غير مضاربين مع بعضياتنا شي يشوف في شي. وحنا الناس صوتوا علينا باش نخدموهم، باش نرضيوهم، باش اي حاجه جاو على قبلها الجماعه نلقاوها موجوده. يعني اللي هي في حقهم، يعني حقهم خصهم يجيو ياخذوها، حق مشروع ديالهم. حنا يعني في الولايات السابقه كان عندنا هذا المشكل ان كتمشي الجماعه يعني شي حاجه اللي هي من حقك ما كتاخذهاش، يعني خصك تبقى تطلع وتهبط الا بغيتي غير واقع. حنا جينا هاد الولايه ان شاء الله كنتمناو يعني تقاد الامور ونخدموا المواطنين، نخدموهم. هذا الشيء اللي كاين. ما الذي تحتاجه منطقه ولاد عزوز في نظركم يا استاذ؟ بالنسبه لمنطقه ولاد عزوز تحتاج مشاريع تنمويه، تحتاج مساعده لجلب مستثمرين. هذه المساعده تتجلى في الارضيه، تهيئ الارضيه، تبسيط المساطير الاداريه، الوضوح مع المستثمرين. ديما تهضر على الوضوح، حيت الوضوح راه من العوامل الايجابيه لا بغينا ننميو شي منطقه. لا بغيت تنجح الشركه خاص يكون الوضوح، ما يكونش الغموض. لا بغيت تنجح الجماعه خاص يكون الوضوح.
خاص ملي جلست مع مستثمر توضح ليه الامور، ما تخليش يمشي ويجي، ما تخليش اليوم طالع غدا جاي وغدا ما هنا، وقول ليه وضح معاه الامور باش هذاك السيد راه جاي يستثمر، جاي يخدم لنا واحد 10 الناس، غتهضر على القليل ما تهضرش على الكثير، خصنا نتعاونوا معاه. غادي يسد لنا الحاجيات ديال واحد المنطقه. جا عندنا الناس اللي تيديروا التعمير نجلسوا معاهم، مرحبا عطيونا هذه وهذه وهذه، يعني مدارس مستوصفات طبيه هنا في كاين نتعاونوا ونلقاو الحل. ماشي غادي ولاد عزوز راه خاصها تتعرف واحد الزحف محماري، واحد الساكنه اللي جات لولاد عزوز، ساكنه جديده نضافت للساكنه ديال ولاد عزوز. باش غادي نلقاو حنا هاد الساكنه؟ شنو المشروع اللي وجدنا لهم؟ شنو هيئنا الارضيه اللي هيئنا لهاد هاد الشباب وهاد الوليدات اللي تيتزادوا تيوصلوا السنتين حتى مدروس، وهاد الامهات اللي تيبغيو واش كلشي حدا كلشي غادي نبقى يصب في الدار البيضاء، كلشي في الدار البيضاء. راه هذيك المنطقه خصنا يكون اكتفاء الحاجيات، يكون اكتفاء الحاجيات ديال المنطقه. يعني البنيات الاساسيه، تسمى البنيات الاساسيه خصهم يكونوا هنا فين خصنا نفكروا، هنا فين خصنا نخدموا، وهنا فين خصنا نجتهدوا. هذا هو الاجتهاد، ما نبقاوش نقلبوا على الضبابيه وعلى الغموض، وهذا الشيء الضبابيه والغموض لا يؤدينا للطريق الصحيح. نعم، وهذا دور من الادوار المخوله لرئيس الجماعه ان تكون له رؤيه مستقبليه للمنطقه ليضمن حياة كريمة للساكنة، يعني مرافق صحية، أسواق نموذجية، دار طالبة لكي لا تحتاج الساكنة كما قلتم إلى زحف معماري أو الانتقال إلى مدينة الدار البيضاء. سيكون هناك اكتظاظ إذا كما قلتم إذا اتجه الكل إلى مدينة الدار البيضاء، ونحن نعلم أهمية العاصمة الاقتصادية بالنسبة للمواطن المغربي، فالكل يتجه إلى الدار البيضاء. يجب الاستثمار في المناطق في حد ذاتها، كل منطقة تتوفر على مميزات خاصة بها، ويجب استغلال هذه المميزات لضمان عيش كريم وتوفير ما هو لائق بكل منطقة. يعني كما قلت سابقا الشارع بأكمله أصبح عبارة عن محطة للوقود، وهذا ليس له معنى في نظري. يعني حتى الساكنة ما تستافد والو من هذوك محطات الوقود. حنا خصنا مشاريع اللي غيخدم لنا، هي مشاريع تجارية محضة. خصنا مشاريع اللي غتخدم لنا المواطنين. حنا الاكثريه غير جالسين الخدمه، حنا ولاد عزوز خصها مشاريع باش تزيد لقدام. كما قلت لك خص دور الشباب، خص دار الطالبه، خص مستوصفات كاينين وما محلولينش. هادشي اللي خاص ولاد عزوز، ولا بقينا على هذا الحال في الجامعه ما غنزيدوش قدام. هادشي علاش كنتمنى باش يعني باش نتجمعوا وتكون عندنا فكره واحده ونزيدوا القدام. بالمناسبة قام فريق العمل صباح اليوم بزيارة إلى عين المكان، ووقفنا على مجموعة من الاختلالات ومجموعة من التجاوزات سندرجها في حلقات مقبلة من البرنامج. سؤال قبل أن نختم الحلقة بخصوص هذه الاختلالات بإيجاز. الكلمة لكم أستاذ. الاختلالات ديال المنطقة خاصنا نخدموا عليهم، خاصنا نهيئوا هذوك المناطق الصناعيه دابا اللي عندنا، خاصنا ندير لهم بحال اعاده الهيكله. يعني خاصنا نعيطوا على دوك الناس ونشوفوا المشكل فين هو نحلوه باش الناس تخدم، باش هذوك البنايات ما تبقاش بنايات فارغه. انا ولاد عزوز خاصنا تكون من الجامعات الرائده، ارض خصبه، جامعه خصبه، جامعه الفتيه، كل شيء فيها طاقات الحمد لله، كل شيء كاين، ولكن راها خاصها الخدمه. الناس فين غيخدموا؟ هذه من الحلول، ان نعيطوا لهذوك الناس اللي سادين لوزينات، نعيطوا عليهم اجي سيدي واش انت ما باغيش تخدم؟ شنو فين كاين المشكل؟ ونحلوا المشكل. خاص تكون خليه اللي تتعمل على هذا، وخاصنا نتعاونوا. حنا ديما لما كانش العوين وما كانش هذا الشيء، راه ما يمكنش واحد يكون عنده هاد الافكار كاملين، راه كل واحد عنده فكره. استاذه نزهه بخصوص نفس السؤال، يعني ما الذي يمكن ان تقولينه لي؟ كما قال الاخ عثمان، حنا خصنا نشوفوا موالين هاد الشركات يعني اللي مخدامينش ونلقاو معاهم حلول باش هما يعني يخدموا معاهم الشباب، حيت كاين بزاف ديال الشركات غير مسدودين. علاش؟ هي منطقه صناعيه، علاش ما يخدموش يخدموا معاهم الشباب؟ ولاد عزوز راه محتاجه بزاف لهاد الشركات باش يخدموا الشباب.
الشباب عندنا مساكن ضائعين تما في ولاد عزوز، يعني ما كايناش الخدمه، والخدمه اللي كانت راه بعيده عليهم بزاف. وكنتمنى الجامعه تدخل وتلقى حلول، كنتمنى. نعم، والحمد لله الوطن يتوفر على مناطق ذات مميزات خاصة، ويجب على كل المسؤولين بهذه المناطق أن يضمنوا ما هو مفيد للساكنة وما سيساهم في تطوير الاقتصاد الوطني. لنختم هذه الحلقة، هل لديكم أي إضافة بخصوص موضوع الأرض التي تم تفويتها لشركة خاصة قبل أن نختم؟ الإضافة اللي عندي أنا هي الأرض خصها تدخل على مستوى عالي في أقرب وقت باش نوقفوا هذه المهزلة. هذه تسمى مهزلة، قرار انفرادي، المجلس لا علم له، كل شيء متفاجئ، لا من المنتخب ولا من الساكنة لا من المجتمع المدني لا من الإعلام. هذا تسمى يعني هذا القرار ما حنا ما عرفناش كيفاش السيد من تحولت من ارض ذات دخل اجتماعي الى ارض خاصه، مشروع خاص، شيء لا يفهم. هو قرار فردي في خرق سافر للقانون. استاذه نزهه، بالنسبه لهذا المشروع احنا ما فراسناش اصلا، يعني حتى بدا البني احنا بغينا غير نعرفوا يعني كيفاش داز الطريقه حتى خدات هاد الرخصه وداك الشيء، باش حنا ننوروا الراي العام وننوروا حتى الساكنه كتسائل، كتقول لك شنو، خصوصا ان الارض عارفينها بان ديال المخزن، وعارفين باننا حنا في الدوره صادقنا على سوق نموذجي. يعني كيتسائلوا كيفاش نتوما قلتوا لنا غيكون سوق نموذجي حتى ولا محطه ديال الوقود، يعني الناس بزاف كيتسائلوا. وحنا كنتمنى من التدخل يكون موفوق باش نشوفوا شي حل، يكون حل ويكون حل لصالح الساكنه، هذا هو اهم شيء. نعم، أشكركم على كل هذه المعلومات التي قمتم بالتصريح بها خلال هذه الحلقة. مشاهدينا، بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة. حق رد مكفول طبعا، وسوف نكمل التحقيق في هذا الملف إلى حين الكشف عن كل من هو متورط في هذه القضية بخصوص تفويت الأرض المخزنية إلى شركة خاصة لبناء مشروع تجاري محض خاص بشركة معينة. نشكركم على متابعة هذه الحلقة، ونضرب لكم موعدا خلال الأسبوع المقبل. إلى اللقاء.